يا صباح الفل، صباح يوم جديد من ايامنا الجميله في مصر. الناس اللي بتحب الفلوجات ديت والناس اللي مستمتعه بالفيديوهات، ما تنسوش يا جماعه تحطوا لنا لايك، تعملوا لنا شير للفيديو، تعملوا اشتراك او متابعه او فولو. انا قلتها لكم اهو بكل اللغات. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا ابدا. بصوا، انا مش هطول عليكم في المقدمه واقعد احكي لكم ايه اللي هيحصل في الفيديو من خلال المقدمه. لا، انا هستغل المقدمه ان انا اقول لك حطي لايك للفيديو، اعملي اشتراك، اكتبي لي كومنت جميل وليكن بذكر الله او دعوه حلوه ولك بالمثل. فتعالوا النهارده، انا يا رب بس الاقي الشخصيه اللي انا عايزه اقابلها النهارده الاقيها موجوده، وعلشان احكي لكم بس حاجه بسيطه كده وانا عندها، وان شاء الله الفيديو هيبقى مفيد، ما تقلقيش يعني، وهتستمتعي معايا جدا. يلا بينا. طبعا انا متاكده ان هيلفت نظر كتير طول الطرحه ومنين الطرحه. اولا انا اللي عاملاها، جبت بقى طرحه الطول اللي يبرد قلبي. انا عايزه طرحه 2.25 متر، فجبت القماش اللي هو الشيفون على كريب، جبتها من السعوديه يعني مش من مصر. وطبعا هي بتبقى عرضها 140 او 145، فطبعا بتتقسم نصين بالطول. فعملت 2، واحده ليا وواحده الريم، لان احنا كنا عايزين اللون البني الغامق ده بس. فظبطت طقم كده وخفيف ولطيف وبس. ويلا بقى بينا ننزل. اول مشوار هنروحه باذن الله البريد المصري، عشان عايزه ابعت اسدال لبورسعيد. خلصت دلوقتي البريد، سلمت الاسدال، وفي اسدال انا بعتها من يوم 29 ما وصلش للنهارده، فدخل عمل لي تتبع، قال لي لا هو وصل المكتب بتاع المحافظه اللي انت بعتاه لها، بس لسه ما تسلموش العميل، فممكن يوصل لها النهارده او بكره بالكتير. بنات انا فرحانه قوي، واحده سالتني الطرحه دي لو سمحتي منين، فانا كنت سعيده. دلوقتي رايحه على الشخصيه اللي انا عايزه اكلمكم عليها، يا رب الاقيها موجوده. لقيتها. السلام عليكم، ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ عندك ايه النهارده؟ تعالي. هي دي يا جماعه الشخصيه اللي انا عايزه اكلمكم عنها. عامله ايه يا حاجه؟ تعالي عشان احكي لك على حاجه. استني بقى انا احط البتاعه ديت عشان انا ما عرفتش اصور المره اللي فاتت. انت فاكراني يا حاجه انا اللي جيت لك من كام يوم ودعيتيني؟ انت تعرفي ان انا بسببك جالي 15,000 جنيه؟ والله. فانا حبيت اقول لك يعني. وعايزه اقول لك حاجه كمان، ان انا محتاجه 65,000 جنيه، فانا جايه ضاعف من عندك النهارده. فقولي لي انت عندك ايه النهارده؟ عندك ايه بقى؟ ده والله يا حاجه الطماطم والبطاطس زي الفل، ولسه عندي منهم قد كده في التلاجة، بس هاخد تاني برضو عشان انا ربنا كرمني يومها وقعدت ادعي لك والله. بكام النهارده الطماطم؟ يلا. حبيت اوافيكم باخر اسعار الخضروات. الطماطم ب 15، اللي تلاقوها بقى كده لا، خدي القفص كله. كل ما تاخدي اكتر كل ما ربنا ما يكرمك اكتر. هاتي عندك ايه؟ دول اللي عندك، ما عندكيش تاني؟ لا. يلا اوزنيهم وزي ما يلا حلوين. ربنا يجعل في وشك القبول يا حاجه. والله دعيتي لي وانا ماشيه، لما بقول لك ادعي لي والله ربنا كرمني في اليوم دوت. محدش عارف انا كنت محتاجه الدعوه دي قد ايه، وربنا كرمني والله. الحمد لله يا رب، ربنا يسد ما علينا جميعا. والله الطماطم انا مش عارفه انا بنقي ليه، انا بنقي مجامله اللي هو كده وخلاص يعني، بعمل نفسي ناصحه يعني. اللي كلها زي الفل. بصوا اللهم صل على النبي. خدي واعملي صلصه، خدي واعملي اطعام، خدي وفرحي الناس، وما تفصليش. انا بقول لك اهو ما تفصليش.
هاتي اي حاجه، هاتي اللي يجي في طريقك. الجو نار وهي قاعده، بصوا شايفين الشمس عامله ازاي؟ الله يعينك يا حاجه والله. ربنا يرزقك كده بزياره بيت النبي وبيت الله الحرام، حج وعمره. هاتي بطاطس كمان، جميله البطاطس، خدتها منها جميله وزي الفل ومرمله وقمر كده، شويه بطاطس قمر. قبل ما تدخلي بيتك ربنا هيكون كرمك. انا يومها قلت الكلام ده صحيح، مش قبل ما اوصل البيت، بس ما عداش عليا اليوم، والله ما عدى عليا اليوم الا ومفرحني. والضحكه كانت من الودن للودن، والغمازات كانت خلاص تحطي فيها الدبوس يعدي الناحيه التانيه، والله اخترقت. والله يا حاجه انت بنت حلال وتستاهلي. انا جيت البيت هنا يا جماعه علشان الكهربائي دلوقتي جاي لي. احنا خلصنا يوم السيراميك، النهارده باذن الله يوم الكهربائي. ليه؟ لان طبعا انتوا عارفين من المره اللي فاتت ان التراك اللي في النص ده انا اتفقت معاه ان هو يشيله. كان فيه 5 سبوتات بس ان هم مسلطين كده دايركت، مش بيفرشوا الاضاءه ولا حاجه. علشان تركبوا تراكات بالشكل دوت في مكان هتبقوا محتاجين 2 متوزعين، وكل سبوت فيهم سبوت رايح سبوت راجع وهكذا، يا اما 4 تراكات وفي كل تراك على الاقل 2 سبوت. فطبعا ما كانش عملي خالص معايا. بالنسبه للاطباق بقى المضيئه ديت انا شايفه ان 1 فقط كفايه. طبعا السيراميك ناشف من امبارح خلاص زي ما انتم شايفين يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. ميزان ميزان ميزان. اتفقت معاه ان اي ميه تروح في اتجاه الصرف. اتفضل يا نور، ازيك عامل ايه؟ بقول لك ايه، في ناس كتير بتسالني على رقمك، اديهم رقمك؟ طب قول لهم الرقم. 03 وحايد 33 27 697. بالله عليك يا نور، انا ليا قد ايه كام شهر ليا عندك فلوس وما سالتكش عليها اساسا، ولما كلمتك انت جيت اهو مثلا دلوقتي حوالي 4 شهور. يا جماعه الراجل دوت انسان محترم جدا، بيمسك شغل كمباوندات اللهم بارك. اسمها ايه الكهرباء اللي انت كنت قايل لي عليها قبل كده، اللي انت وريتني صورها في الشقه اللي بتبقى ماشيه تحت الارض دي؟ شبكه عنكبوتيه دي ولا اسمها ايه؟ ده تأسيس يعني؟ تأسيس إرث. بيعمل يا جماعه اسمه ايه؟ الإرث، اللي هو الخطوط يا جماعه كده، والدنيا ما شاء الله خريطه، شغله ممتاز. بقول لك ايه، شيل لنا بقى التشوه اللي فوق ده، احنا عايزين 1 بس في النص. انت مش كتر يا نور، انت اصلا ربنا يجعل لك من اسمك نصيب يا ابني. جماعه لا انا اعترف ان انا غلطانه اهو. شوفوا هو كده بقى 1 بس، لا حسيت ان هي بقت ضعيفه، لا هنرجعه تاني. معلش يا نور انا اسفه، ما تزعلش مني، اتحملنا بقى، احنا زي عيالك. لا هو بس هيشيل لي بقى التراك ويرجع لي دوت تاني، معلش ما تزعلش مننا، احنا اسفين ليك والله. شايفين الاضاءه اهي بعد ما ركبناهم تاني، الله ينور. اجرب بقى كده، ده الابيض وده الاصفر، نور كئيب كده، وده الوسط. ايه يا جماعه، واحده تيجي تقول لي ما فرقش، ما هزعلك بجد، هزعلك. انتوا تكلموا نور في اي وقت يا جماعه، هو موجود في المقطم وبيروح لكل المناطق، بسم الله ما شاء الله عليه، في الكمباوندات ثقه 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 بجد والله العظيم، وشغله ممتاز ممتاز وبضمان. كده يا جماعه يعتبر ان فقره الكهربائي فكسانه بقى خلاص يعني. وهيجيب لي بقى حاجه كده تتحط ايه، اللي هي الشريط اللي بيتحط في النص يداري السلك ده ومش هيبقى باين، بس بعد ما يجي النقاش يدهن السقف. انجزنا اختبرنا الاضاءه وكده يعني. بتخيل بقى ايه الشكل النهائي للمطبخ، وبتخيل ان ما بقاش فيه الحاجات دي هنا. الناس اللي بتركب سيراميك باركيه او اي سيراميك غامق وتيجي بعد كده بتلاقيه ان هو مشهب او مغير، ده بيبقى بسبب ان اللي بيركبهولك ما كانش بيستخدم ينظف اول باول وهو اثناء التركيب، ولا ان هو استخدم السلك الناعم زي ما قلت لكم.
فعلشان كده طبيعي كل ما هتغسليه هتلاقيه جير وبيض. فعندي هنا كان اول باول كل ما يركب بلاطه بيمسحها كويس جدا. طيب ايه الحل دلوقتي لو انت حصل لك كده؟ بتجيبي جاز، بتدهني الارض جاز كلها، او من عند اللي هو الموان اللي بيبيع المستلزمات الصنايعيه، بتقولي له عايزه ماده علشان المع بيها السيراميك، بيديكي ماده بتحطيها في الميه او بترشيها كده وبتدهنيها على الارض كامله، بعد كده بيرجع تاني يبقى زي الفل. فهي من الاساس بتبقى بسبب الصنايعي اللي ركب لك السيراميك، هو اللي ما نضفش اول باول ولا عمل بالسلك اللي هو سلك المواعين الناعم، السلك الالومنيوم الناعم. فانا عندي هنا طبعا الدنيا الحمد لله نظيفه ما شاء الله، فدي لها بقى بشويه خيري كده علشان اضيع الرمل كله اللي في الارض. شايفين يا جماعه؟ نزلت خلاص الصابون وكبيت ميه بس كده من غير صابون ولا اي حاجه، وبالمساحه اللي انا كنت الاول بقول لكم دي تافهه قوي وخفيفه، هي فعلا لو انت جايباها اول مره ومش متعوده عليها ممكن ان هي تتكسر منك او تتعوج. هي بس كل الحكايه عايزه تعود يعني، رغم ان هي خفيفه وكده الا انها لطيفه بتسحب الميه فعلا، فرغم ان هي خفيفه الا انها عمليه. وبالنسبه للصرف الحمد لله الحمد لله ان انا ما لغيتهوش، عرفت قيمه الصرف في المطبخ. اهو يا جماعه زي الفل الحمد لله. وانا كمروه بنصحكم ان انتوا تبقوا ليكم صرف في المطبخ بتاعكم، مش شرط ان يكون صرف الحوض ماشي عليه، انا ما عنديش صرف عليه اساسا، هو معمول لشطف الارضيه فقط، فاعمليها ومش هتندمي. اهم حاجه اللي يعملها لك يبقى شغله مظبوط ويبقى وازنها لك انها طالعه على بره كده، يعني ما تردش عليك الميه، او شغل السباكين بقى يعني هاتي سباك كويس وشغله مظبوط.